كان يا مكان، حدوتة جميلة وجديدة كمان، وحكاية من حكايات زمان. يلا نسمعها ونحلم سوا. حدوتة سنو وايت. كان في زمن بعيد ملك طيب عايش في قصر كبير مع بنته الجميلة سنو وايت. وبعد ما أمها ماتت، الملك اتجوز ملكة تانية علشان ترعى بنته. لكن الملكة الجديدة كانت مغرورة وقلبها قاسي، وما كانتش بتحب سنو وايت. الملكة كان عندها مراية سحرية تقف قدامها كل يوم وتسألها: يا مرايتي، يا مرايتي، مين أجمل واحدة في الدنيا؟ على طول تقول لها: انتي. مرت السنين وكبرت سنو وايت وبقت بنت جميلة وبتحب الخير وبتساعد الكل. وفي يوم من الأيام المراية جت تسألها الملكة، قالت لها إن سنو وايت بقت أجمل واحدة في الدنيا. الملكة اتغاظت قوي وقررت إنها تتخلص منها. نادت على الصياد وقالت له: خدها على الغابة واقتلها وهات لي قلبها دليل. الصياد خد سنو وايت على الغابة، ولما جه يقتلها عيطت وترجته يسيبها. قلبه رق فسابها تهرب، وقتل غزال بدلها وخد قلبه للملكة. فرحت وافتكرت ان سنو وايت ماتت. سنو وايت فضلت تجري في الغابة وهي مرعوبة. الشوك كان بيجرحها وهدومها اتقطعت لحد ما لقت كوخ صغير. خبطت عليه: لو سمحتوا حد هنا. محدش رد عليها. دخلت الكوخ ولقت حاجات صغيرة كلها: 7 أطباق و7 أكواب و7 كراسي و7 سراير. نامت من كتر التعب على السراير. وفي آخر اليوم رجعوا أصحاب الكوخ، كانوا 7 أقزام. اتفاجئوا بسنو وايت نايمة، ولما صحيت لقيتهم حكت لهم كل الحكاية. لكن الملكة الشريرة اكتشفت الحقيقة لما سألت المراية تاني، وعرفت إن سنو وايت لسه عايشة وبتعيش مع الأقزام. تنكرت في شكل ست بتبيع تفاح، وراحت تقول لها: دوقي التفاحة دي يا بنتي. وأول ما سنو وايت عضت التفاحة وقعت على الأرض، فقدت الوعي علشان التفاحة كانت مسمومة. الأقزام زعلوا قوي وحطوها في تابوت زجاجي. وفي يوم عدى أمير وسيم وشاف سنو وايت، حبها من أول نظرة، وهو بيشيل التابوت وقع منه، فخرجت حتة التفاحة اللي كانت في زورها. سنو وايت فاقت والأمير اتجوزها، وعاشوا مع بعض في سعادة وهنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حبايبي، العبرة هنا من القصة إن الطيبة ونقاء القلب دايما بيغلبوا الشر، والجمال الحقيقي مش في الشكل لكن في الأخلاق وحب الخير للناس مهما كان الشر.